في كتب بتقراها كأنها صفعة تصحيك مش تواسيك. كتاب ما بيقولكش انت جامد، بيقولك عادي، وده كويس. الكتاب ده اسمه فن اللامبالاة لمارك مانسون. أنا مالك، واللي هتحسه النهاردة مش تحفيز، ده وعي جديد من النوع اللي بنعيشه هنا بطريقتنا في بوك بايتس بالعربي. أول حاجة قالها مارك: السعادة بتيجي من إنك تحل مشاكل، مش من إنك تهرب منها. يعني مش لازم تبقى مبسوط طول الوقت، مش لازم كل يوم يكون عظيم، مش لازم تحب نفسك دايما. ده وهم. انت بني آدم، والوجع جزء منك. واحدة من أحلى الحكايات في الكتاب كانت عن مغني اسمه ديف نافارو. كان في فرقة شهيرة، ناجح، غني، ومع ذلك كان تعيس. ولما راح لدكتور نفسي قال له: أنا حاسس إني ما استاهلش ده كله. الدكتور قال له: بس أنت ناجح. قال له: بس مش حقيقي. مارك قال إن النجاح من غير معنى ملوش طعم. وفي قصة تانية عن كاتب اسمه تشارلز بوكوفسكي. الراجل ده بقى مشهور بعد ما بعت أول كتاب له وعنده 50 سنة. بس عارف أول جملة كتبها على الغلاف إيه؟ ما تحاولش. مش معناها ما تشتغلش، معناها ما تتعلقش بكل حاجة، ما تعتبرش كل حاجة قضية حياة أو موت. مارك بيقولك مش كل حاجة تستاهل اهتمامك. واحد ساب له تعليق على الإنترنت يشتمه، عارف رد فعله؟ ولا حاجة. عارف ليه؟ علشان في حاجات في الحياة مش مهم إنها تعجب الكل، المهم إنها تعجبك أنت. واحد تاني قال له: بس أنا خايف أفشل. مارك رد وقال له: هو في نجاح من غير فشل؟ الخوف، الفشل، الغلط مش أعدائك، دول جزء من اللعبة. الناس بتقعد تقولك حب نفسك. مارك بيقولك اقبل نفسك حتى لو مش عجباك. ولو مشيت طول عمرك ورا السعادة هتتعب، لأن السعادة مش هدف، السعادة لحظة بتجيلك وانت مشغول بحل مشكلة، أو بتحضن حد، أو بتضحك في وسط وجع. الكتاب ده مش لطيف بس صادق. بيقولك اختار معاركك، اختار ايه اللي يستاهل تفكر فيه، اختار ايه اللي يستاهل دموعك وغضبك وقلبك، بس ما تديش كل حاجة أكتر من حجمها. فن اللامبالاة، كتاب بيعلمك تحب الحياة مش لأنها كاملة، لكن لأنها ناقصة، وفي النقص ده في مساحة كبيرة للراحة. ولو كنت بتحاول تظبط كل حاجة حواليك ودايما حاسس إنك ما عملتش كفاية، مارك مانسون بيقولك ببساطة: مش لازم. عيش ودي كل حاجة حجمها. وإحنا هنا في بوك بايتس بالعربي بنفهم الحكاية ونسيب الباقي. سلام.